سبحان من له الدوام. تعالى اوريك عمرو اديب وهو في حاله من الذهول من اللي بيحصل. لحظه لما كانوا بينزلوا يفط مرتضى منصور من فوق نادي الزمالك. هوريك عمرو اديب دلوقتي وهو في حاله مش مصدق نفسه، مش مصدق اللي بيحصل في نادي الزمالك. والله هوريك دلوقتي وهسمعك بودانك. السلام عليكم. في البدايه يا اخوانا نصلي بينا على النبي، نشترك في القناه، نفعل زر الجرس، نحط لايك جميل للفيديو ونشيره، وهسيب لك التعليقات مفتوحه. وتعالوا نتفرج على عمرو اديب وهو في حاله هستيريا وفي حاله ذهول من اللي بيحصل في نادي الزمالك وهما بيشيلوا يفط مرتضى منصور. عمرو اديب ما كانش مصدق اللي بيشوفه بعينه. تعالوا بقى نسمع قال ايه. يلا بينا. الحاجه اللي حصلت من ساعتين ثلاثه وما كانش حد قادر يتخيلها، انه في حد قدر يشيل يفط مرتضى منصور من على جدران نادي الزمالك. مرتضى دخل السجن، خرج من السجن، جت لجنه، راحت لجنه، محدش كان عارف يشيل اسم مرتضى منصور من على نادي الزمالك. من ساعتين ثلاثه لاول مره في حد تجرأ وقال لهم لو سمحتوا شيلوا اسم الراجل ده، الراجل ده ملوش علاقه خلاص بالنادي. حاجه غريبه وعجيبه، ولكن طبعا نادي الزمالك بيمر بمرحله صعبه من هنا لغايه الانتخابات الشهر اللي جاي. ايه اللي بيحصل في الزمالك؟ معانا الاستاذ هاني عصام الناقد الرياضي. اهلا بك يا استاذ هاني. استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ ازاي شالوا يفط مرتضى منصور؟ عايز اقول لحضرتك ان الواقعه نفسها كانت مفاجاه لناس كتير جوه النادي. مفاجاه جدا. يعني الفتره اللي فاتت وقت يعني من سنه لما تم رحيل مجلس اداره نادي الزمالك وحله من جانب وزاره الشباب، جت لجنتين، اكتر من لجنه معينه. جميع اللجان مفيش اي حد من اللجان خد اي خطوه فيما يتعلق باللافتات الخاصه. محدش استجرى يشيل اسم مرتضى منصور. سبحان من له الدوام.